الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم مع حديث الليل. سئل علي رضي الله عنه وأرضاه: كم بين الأرض والعرش؟ ظن السائل أنه سيجيبه بأمتار وقياسات. قال: بين الأرض والعرش دعوة مظلوم. نعم، فإن سرت دعوة المظلوم بليل فإن إجابتها مؤكدة، لأن الله أخبرنا أن المظلوم إن دعا أجاب الله دعوته. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك في جوف الليل هناك عيون ما استطاعت أن ترقد، عافت تلك العيون الرقاد وأتعبها السهاد، وتقرحت من دموع عيونهم من دموع الضيم والقهر والظلم من بعض عباد الله. يقول لي الليل: إياك أيها الظالم أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عجوز غلبها متكبر ذو جاه، أخذ منها مالها فتظلمت وقالت له: إن هذا ظلم لأدعون عليك. فقال ساخرا: عليك بالدعاء وأوصيك بثلث الليل الأخير. يزدري الدعاء ويسخر بالدعاء، وما علم كيف الدعاء يصنع بالظالم إذا دعا المظلوم. أين هو عن قسم الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ دعت عليه، لزمت مصلاها في جوف الليل، حتى قيل لها أنه أخرج من ماله، وأنه يضرب في الأسواق كما يضرب البهيم. فخرجت إلى السوق ونظرت إليه وقالت: جزاك الله عني خيرا، فقد دللتني على أجمل الأوقات التي يجيب الله فيها الدعاء. نعم، أنا أقول لكل من ظلم: زوج لزوجته، زوجة لزوجها، أب لأبنائه، شريك مع شريكه، رحم مع أرحامه، احذر، فإن المظلوم لربما ما استطاع النوم. أتنام؟ تستطيع النوم في الليل؟ الليل له أسرار، ومن أسراره أن العبد إذا انتظر الثلث الأخير من الليل ليشتكي ظالمه أجاب الله دعاءه. أنا لا أدعو للمظلوم، لا أدعوه أن يدعو عليك، لكن الله يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلم، من الذي يحول بينه وبين ربه؟ فتحللوا من المظالم حتى تصلوا إلى الله جل وعلا أنقياء، لا تتعلق بكم دعوات لربما أفقدتكم السعادة. أستودعكم الله.